الحاجات اللي من خلالها تقدري تفهمي ابنك وكمان تساعدك عشان يكون شاطر في حاجات تانية. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. حد قدر منكم يستنتج ايه اللي انا هقوله؟ هستنى اعرف فكرتوا في ايه في الكومنتات. طيب الحاجه دي هي ايه؟ هي الموهبه. كل واحد فينا ربنا خلق عنده موهبه، سبحان الله، دي حاجه من عند ربنا. في ناس موهبتها الرسم، في ناس موهبتها الغنى، في ناس موهبتها العزف، وفي ناس موهبتها لعب كره القدم. فكل واحد فينا عنده موهبه، والموهبه دي بتساعدك عشان تقدري تفهمي ابنك، وكمان بتساعدك كل ما بتنميها بتساعدك كمان في الدراسه يكون احسن، ازاي يعبر عن مشاعره، ازاي يعبر عن غضبه، كل حاجه بشكل احسن. طيب ازاي تقدري تعرفي موهبه ابنك؟ بتظهر من البدايه. هو ميوله ايه في الاول؟ هو عايز يلعب كره قدم؟ لا، هو بيحب الرسم، وهتلاقيه بيدندن وبيغني، او هتلاقيه بيساعدك او بيشيل حاجه تقيله، فتستنتجي ان هو عايز يلعب لعبه فيها قوه عضليه كبيره. انت عرفتي موهبه ابنك. تقدري تنمي الجزء ده ازاي؟ لو هو بيحب الرسم يبقى جيبي له ادوات رسم، وزي ما بتهتمي بالمذاكره والاكل وشكله ومظهره لازم تهتمي بموهبته، لان الموهبه هي المنفذ الوحيد للطاقه اللي جواه. وانت كمان لازم تعرفي موهبتك ايه عشان تقدري تخرجي الطاقه السلبيه اللي جواكي. طيب اهتمينا بالموهبه زي ما اهتمينا بالحاجات التانية المهمه، هتبداي تهتمي بيها. ان انت لو هو بيحب الرسم جيبي له دفاتر رسم وتلوين، لو هو بيحب الغنى ممكن تساعديه وتقولي له برافو، ممكن تسجلي وتسمعي لاصحابك، لو هو بيحب العزف على آلة موسيقيه ممكن تجيبي له آلة موسيقيه، ولو هو بيحب الكوره فكاس العالم هيبتدي بكره ممكن تعملي حله فشار وتقعدي وتشجعي معاه. ولما هيلاقيكي اللي انت بتدعميه في موهبته زي ما بتدعمي دراسته هتبداي تفهميه وهيكون شاطر في دراسته، لان لقى المنفذ للتعبير عن مشاعره وغضبه وكل اللخبطه اللي جواه. شوفوا ولادكم بيحبوا ايه وساعدوهم ان الحاجه اللي بيحبها دي يكون مميز فيها، ودي نقطه بتقوي الشخصيه. انا مميز في حاجه،